يلا بينا كده، تعالوا ما نشوف الغدا بتاعنا النهارده ايه يا بنات. هنتغدى ايه النهارده؟ اكله مشهوره عندي جدا جدا وبعملها كتير قوي قوي قوي، بس ايه عايزاكم كده تخمنوا. تيجي نخمن؟ يا ترى ايه يا ترى ايه؟ ايوه، هي دي صينيه بطاطس بالفراخ. اسهل واسرع اكله بعملها في الحياه. طبعا ابص في الصينيه كده الاقي الفراخ بتاعتي ايه، سبحان الله، اتشربت بسرعه، اللي هو النار كانت عاليه عليها قوي، فوطيت النار عليها وابتديت ان انا اقلبها. ولما جيت اقلبها لقيتها لزقت، يعني شويه كانت هتولع مني. يعني عارفين ما كناش هناكل النهارده. بس انا إيه لحقتها في الوقت المناسب، وكانت الصينيه هتولع مني والاولاد كانوا هيشلوحوني. بس يعني ايه الحمد لله لحقتها على اخر لحظه، قلبتها كده. احنا كده كده ما بنحبش الجلد، يعني انا قصدي اساسا ان احنا عشان ما بنحبش الجلد وكده، انا قصدي ان هي تلزق والجلد يطلع، علشان احنا ما بنحبش الجلد. فهي كتر خيرها قوي، فهي لزقت. طبعا يلا بينا بقى كده على الفيديو. نسيت اسلم عليكم، ازيكم بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني يا بنات جدا 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 من الفيديو الاخير. طبعا قبل ما نبدا في اي حاجه في شغل البيت لازم نستعين بالله يا بنات. استعينوا بالله طول ما انتوا بتشتغلوا، علشان ان شاء الله ربنا يسهل لكم كل اموركم ان شاء الله باذن الله. انا بستعين بالله وبقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم ادخلني في حولك وقوتك يا الله. هنا طبعا كنت بوريكم ان المطبخ بتاعي نضيف وزي الفل، مفيش بس غير كنت عامله كوبايه قهوه وكوبايه شاي. تمام، فدول اللي لسه ما غسلتهمش بصراحه، لكن يعني انا مظبطه الدنيا حواليا وانا واقفه في المطبخ، مش مخليه اي حاجه بصراحه. والبوتاجاز بتاعي نضيف من بالليل والفرن بتاعي نضيف. هنا بس كنت بشغل الشوايه علشان هبتدي بقى احط الفراخ بتاعتي. دخلنا بقى قلنا ايه، استعنت بالله كده ودخلت على اوضه النوم. زي ما انتم ما شايفين الاوضه يعني الى حد ما مش متركبه قوي. على فكره انا لسه مغيره الملايه امبارح، والدنيا معايا في الاوضه يعني نظيفه، الملايه نظيفه وكل حاجه. بس هرتب الاوضه معاكم بقى، انا هرتب البيت كله معاكم على السريع كده عشان ايه، اوريكم يومي كان ماشي ازاي. طبعا الظهر اللي انتوا شايفينه ده او الخشبه اللي انتوا شايفينها دي او الكونتر اللي انتوا شايفينه قدامكم ده اللي انا بحط يا بنات في ظهر السرير. السراير عندي يا بنات في راس البر ماهيش سراير. السراير دي بفات محطوطة جنب بعضها كده، كبيرة قوي ومتشبكة ببعضها بطريقة كده ومحطوطة كأنها سرير. الكونتر ده بصراحة أنا كنت جايباه له المطبخ علشان أعمله أرفف في المطبخ، وبعدين جات لي الفكرة إن أنا أعمله كده فعملته كده. وصادف معاها ان البتاع شبهها بالظبط، الشوفونير اللي قدامكم ده. فانا خلاص خليت يعني الاوضه تبقى كلها شكل واحد، وكمان حطيت الكنسور اللي هو المرايه حطيتها باللون البني فبقى كله شكل واحد. هنا كنت بعمل الليد بصراحه، حبيت اعمل شويه تجديد كده في الاوضه او تغيير او شكل الاوضه يتغير. طبعا السرير لو انتوا اخدتوا بالكم انا مبدله السراير، بصراحة ما ارتحتش في الوضع اللي انا كنت عاملاه فيه السرير خالص خالص خالص. انا كنت عاملاه في الوضع التاني ده اللي هو جنب الباب علشان البرد وكده والشباك وكده. بس بصراحة ما ارتحتش، مش عارفة انام، مش مرتاحة ولا نايمة بصراحة. فحطيت بقى السرير في النص وحطيت من هنا باف ومن هنا باف زي الكومودينات كده، شكلهم حلو جدا. بحطهم هنا بس بصراحة يعني مش عارفة لسه، عايزة اشوف لهم مكان كده يبانوا اكتر لان هم شكلهم حلو بصراحة. فمش عارفة لسه هعمل فيهم ايه بصراحة. وبدات بقى ان انا ارتب السرير بتاعي، هو نضيف زي الفل ما فيش اي حاجه خالص. انا لسه شايله الملايه ومنضفاها. وعاده في الشتاء يعني بيفضل معانا الحاجات دي نضيفها وقت كبير، يعني الملايات الفرشه بتاعتنا بتفضل نضيفها وقت كبير. فانا كنت شايله يعني كل حاجه امبارح، شايله الملايات شايله كل حاجه منضفه، كل يعني شايله الملايات ومغيره ملايات السراير كلها. فالدنيا معايا تمام يعني. زي ما انتم شايفين كده. بعد كده دخلت على الشوفونير ده يا بنات، بدأت ان انا امسحه كده. طبعا ملكوش دعوه باللي جوه الدرج، اكيد عندنا في كل بيت مصري اصيل درج كده مليان كل حاجه مكركب يعني. ان شاء الله باذن الله ابقى افضيه معاكم كده وارتبه. انتوا عارفين الادراج يعني على طول على طول بتتكركب. المهم مسحت الشوفونير بتاعي واخدت معايا بالمره الشباك كده، الحته اللي هي بتاعه الشباك من تحت دي بتاخد معايا شويه، بينزل فيها شويه تراب كده برضو عملتها. وظهر السرير علشان اعمله طبعا انا فرشه الملايه وما ينفعش ارش الرش بتاعي، الملمع بتاعي يعني دايركت كده على الخشب يعني، على الخشب كده على طول اكيد هيتبهدل مني طقم الملايات يعني هو ابيض وكده. فانا رشيت على الفوطه وبدات ان انا امسح ظهر السرير. بقى نضيف معايا برضو. بعد كده بدات ان انا اكنس الارض بتاعتي، مفيش فيها برضو حاجه خالص. ان شاء الله باذن الله ناويه كده اجيب حاجه في الارض افرشها
بُصّي يا بنات، أنا مش جايبة هنا فرش كتير أو سجاد كتير وكده، علشان دي شقة مصيف فاهمين، فطبيعي إن هي ما يبقاش فيها فرش وحاجات كتير من أنتم فاهمين. شقة المصايف بيبقى عبارة عن بس أنتم يعني هو السرير بس والأرض كلّها بتبقى على السيراميك. بس أنا إيه، فارشة بصراحة الصالة علشان أي حد ييجي وكده يبقى الدنيا معايا تمام، بس إن شاء الله بإذن الله هاجيب حاجات في الأرض هنا هتشوفوها معايا إن شاء الله في فيديو مشتريات قريب إن شاء الله بإذن الله. هاجيب كده شوية حاجات إيه للأوض عندي. تمام، تمام. خلاص بقى خلصت الأوضة. طبعًا استنوا هنا، أنا نسيت أقول لكم لو أنتم لسه جداد عندي في القناة ولسه أول مرة تشوفوا القناة، يا ريت أنتم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، عشان إن شاء الله بإذن الله يوصل كل فيديو جديد هانزّله. عايزاكم تكبروا بخاطر أختكم عبير، لإني باتعب جدًا في الفيديوهات وفي المونتاج وفي الصوت وفي كل حاجة بصراحة، وتعب ومجهود في التصوير. طبعًا أكيد اللي عندها قناة وكده فاهمة يعني إيه تصوير، وعارفة يعني إيه تصوير والزوايا وإن أنتِ ما تبانيش وكل ده. الموضوع بيبقى صعب جدًا، فأنا عايزاكم تقدّروني، تعملوا لي لايك كده وتكتبوا لي كومنت حلو منكم. عايزة أعرف أساميكم يا بنات. البنات اللي بتعمل لي كومنتات من غير اللي بتعمل لي لايكات من غير كومنتات، لأ اعملوا كومنتات كده يا بنات علشان نعرف بعض، نتكلم مع بعض إن شاء الله. أقول أساميكم الفيديو الجاي. عايزة أحفظ أساميكم بقى لإن أنا واحدة بتنسى كتير أوي، فأنا عايزة أحفظ أساميكم، فأنتم كل مرة أمّا تقولوا لي في الفيديو أنا اسمي كذا وأنا اسمي كذا، هاعرفكم إن شاء الله بإذن الله، وهاعرفكم واحدة واحدة إن شاء الله. أنا عارفة إن يعني أنا واحدة بتنسى، بس يعني هاحفظ يعني. المهم شايفين الإيد عامل إزاي يا بنات، شايفين أساسًا الإضاءة عامل إزاي سبحان الله، يعني هي جات صدفة كده على فكرة، مش عاملاها قصدًا يعني. شايفين عامل إزاي كإني بالضبط حاطة لمبات يعني شكلها حلو، بس عامل فعلًا الشكل حلو أوي. خلاص بقى خلّصت الأوضة. أنا باحب كل أمّا أخلّص أوضة بصراحة أقفلها، أقفل النور بتاعها وأقفلها وخلاص كده تمام. بعد كده دخلت بصراحة على الصالة، ما دخلتش على أوضة الأولاد. لو أنتم أخدتوا بالكم هتلاقوا إن الأولاد قاعدين هناك أهُم. الأولاد قاعدين في الأوضة بيتفرجوا على التلفزيون وكده. بصراحة ما رضيتش بقى إن أنا أخرّجهم، ولو خرجوا من الأوضة هيبهدلوا الدنيا وهيقعدوا يجروا من هنا وهنا. سِبتهم قاعدين كده إيه في هدوء، عارفين آخدين بالكم اللي هم إيه يعني قاعدين ساكتين في هدوء. اقعدوا ساكتين شوية، اقعدوا ما حدش يقوم من مكانه، فقعدتهم في الأوضة كده، هُم قاعدين في الأوضة بيتفرجوا. فقُلت تمام يعني إيه خلّيهم قاعدين ومش مهم الأوضة بتاعتهم، أنا كده باخلّيهم هُم اللي يرتّبوا أوضتهم. تمام، يعني أنا باخلّيهم كده كل فترة وفترة كده يا بنات إن هُم إيه يعتمدوا شوية إن هُم يخلّوني أرتاح شوية من الأوضة بتاعتهم ويرتّبوها. هُم عامةً لمّا بيرتّبوا الحاجة بيحافظوا عليها أكتر ما أكون أنا مرتّباها. ده يعني حاجة اكتشفتها في الأولاد إن هُم لمّا بيكونوا مرتّبين هُم الأوضة بإيديهم هُم، بيحاولوا يحافظوا عليها أكتر وقت عشان ما يكركبوهاش تاني ويضطروا إن هُم يروّقوها تاني. فأنا باقول لهم رتّبوا أوضتكم يعني فعلًا هُم اللي رتّبوا أوضتهم. هابقى أوريكم في الفيديو الجاي إن شاء الله بإذن الله هُم بيرتّبوا الأوضة بتاعتهم بيبقى شكلها عامل إزاي، هاوريها لكم بالضبط زي ما هُم مرتّبينها بالضبط هتشوفوا بُصّوا. يعني أنا بادخل طبعًا أعيد عليها كده، بس باعيد عليها بإيه، ما بيكونوش آخدين بالهم، فاهمينّي؟ يعني ما بياخدوش بالهم إن أنا باعيد وراهم علشان ما يزعلوش، علشان ما يحسّوش إن هُم ما عملوش حاجة. لأ، باسيبهم إن هُم يرتّبوا وباقول لهم شاطرين وبرافو عليكم وإن أنتم عملتوه ده كويس جدًا، جدًا وأيوه كده، أيوه شطار، بس يعني المرّة الجاية نضبط الحتّة دي شوية يا بنات. بنات إيه، نضبط الحتّة دي شوية يا حبايبي إن شاء الله بإذن الله إيه، المرّة الجاية تضبط، بس أنتم شطار أوي، أوي، أوي عاملينها يعني بجد، بجد أنتم شطار. فباقعد يعني أشكرهم إن هُم عملوا، وأنا إيه بارتّب بعضهم كده في الخباثة يعني إيه. في الخباثة، عارفين الخباثة دي؟ بارتّب كده في الخباثة. يعني أقعد على السرير كده أرتّب وهُم قاعدين بيتفرّجوا على التلفزيون. ال يعني السجادة على الأرض مش مفروشة كويس، باقوم فارشاها كويس. كده حاطين مثلًا أي هدوم محطوطة على الباف بيسيبوها مثلًا، فباقوم أنا مدخّلاها في الدولاب. هُم يعني فعلًا بيحطّوا هدوم في الدولاب، بس يعني مش مضبّطينها، فأنا باضبّطها وراهم كده وهكذا. فهي يعني إيه، عايزاهم يعتمدوا اعتماد تام إن هُم دايمًا، دايمًا، دايمًا يرتّبوا الأوضة بتاعتهم بقى، لإن هُم خلاص كبروا والمفروض هُم يرتّبوا أوضتهم ويحافظوا عليها. مش عيب ومش غلط ومش عشان هُم أولاد إن إحنا نقول لأ دول أولاد وما يعملوش حاجة، لأ طبعًا. يعني أنا واحدة معييش غير أولاد بس، أنتم فاهمينّي؟ فطبيعي إن هُم لازم يساعدوني، ما هم أنا هاعمل إيه يعني، لازم يساعدوني. وحتى لو أنا معايا بنت مش هاخلّي البنت تكون عليها الحمل كلّه، لأ لازم كمان أخلّي الأولاد كمان البنات والأولاد يساعدوني. فخلّوكم دايمًا ما تخلّوش البنت هي اللي تعمل، وتعمل، وتعمل، وتعمل لإخواتها وهي اللي تعمل كل حاجة لإخواتها، لأ طبعًا غلط، ما ينفعش. لازم بنت وولد يساعدوا مامتهم في البيت.
الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيساعد زوجاته في البيت، فعشان تعلموا أولادكم إن هم يساعدوهم في البيت عشان لما يكبروا ويتجوزوا يساعدوا مراتاتهم كمان في البيت. فدي حاجة كويسة جدًا، جدًا إن إحنا نعلّمهم حاجة زي كده. طبعًا أنا في الصالة الترابيزة بتاعتي شِلتها، طبعًا كان عليها حاجات أكل وحاجات بقى كنا مطرح العشا وكده، فكان عليها أكل وكانت الصالة كمان أنا يا بنات بافرش الرُكنة كده. بُصّوا هي عامةً متبهدلة شوية، ده بسبب إن زي ما قُلت لكم كنت منزّلة الحيطة في دمياط وهي كانت اتبهدلت من الحيطان، فأنا كده أساسًا عامل لها تغيير جذري، تغيير جبار والله العظيم. بُصّوا أنا في دماغي شوية أفكار فظيعة، إن شاء الله بإذن الله نعملها كده مع بعض وأوريكم التغيير وأوريكم الشكل النهائي على العيد إن شاء الله. أنا قُلت أجّلها لحد ما أجّلتها على العيد بصراحة، قُلت خلاص يبقى على العيد، أنتم عارفين العيد بيحب تجديدات وتغييرات وحاجات مبهجة وكده، فإن شاء الله بإذن الله على العيد كده نغيّر الصالة دي خالص، يعني مش هتعرفوها مش هتعرفوها خالص، بس إن شاء الله بإذن الله على العيد إن شاء الله. زي ما أنتم ما شايفين دخلت بعد كده على المطبخ، إحنا كنا خلاص اتغدينا، دخلت بعد كده على المطبخ باشيل بقى المواعين بتاعتي، ده كله ورا بعضه يا بنات، أنا ما قعدتش خالص. يعني أحسن حاجة بصراحة إنِّك تشتغلي في البرد ده الحاجة كلها ورا بعضها، عارفة لو قعدتِ هتكسلي وهتخشي تحت البطانية وهتكسلي وما عدتيش هتقدري تقومي. أنا أساسًا لمّا باخش تحت البطانية استحالة حد يعرف يقيّمني تاني يعني مستحيل. فعارفة لمّا بتقومي تعملي حاجة لأ، اعمليها ورا بعضها كده. يعني أنا عملت الغدا وعقبال ما أنا الغدا خلص على النار، كنت خلاص خلّصت الأوض ورتّبتها وبقت الدنيا معايا نضيفة، ورتّبت كمان الحمام وشُفت إيه اللي محتاجه، وعملت برضه ونضّفت الدنيا حواليّا كلّها، حتى الحوض بتاع الغدا وأنا واقفة باعمل الغدا كده أي حاجة كانت معايا طلعت من الغدا، يعني مطرح ما أنا باعمل الغدا أكيد في طبق فيه حاجة بتتعمل معاه، فأنا برضه نضّفت كل حاجة علشان يبقى بس ما فيش غير مواعين الغدا، اللي هو أنا هاتغدى فهاغسل بس مواعين الغدا على السريع. فإحنا كنا هنا اتغدينا، فأنا قُلت برضه أغسل مواعين الغدا كده على السريع بسرعة، بسرعة كده، علشان يبقى أنا خلّصت كل البيت وخلّصت كل حاجة ورايا، ولمّيت الهدوم من على الحبل، وما عادش بقى أي حاجة خالص، وحتى طبّقتهم عندهم في الدولاب، يعني ما عادش ورايا أي حاجة خالص، خالص غير إن أنا أقعد بقى يعني أقعد تحت البطانية شوية لحد إن شاء الله ما جوزي ييجي وكده. ف بدأت كده إن أنا أعمل المواعين. أنتم عارفين طبعًا أول حاجة إحنا بنبتدي بيها هي الكوبايات، يعني مش هنعلّم بعض أكيد في حاجة زي كده، إحنا عارفين طبعًا إحنا بنعمل إيه لمّا بنيجي نغسل المواعين بتاعتنا. استنوا يا بنات أمّا أشرب شوية شاي عشان أنا عاملة كوباية الشاي وهي اتلّجت في إيدي، يعني أنا داخلة أعمل أسجّل وكوباية الشاي في إيدي. فهو زي ما باقول لكم أول حاجة باعملها الكوبايات، بعد كده الحاجات بقى تدريجيًا كده قابلتني معلقة باخدها في إيدي، قابلني طبق باخده في إيدي، المهم الدنيا كلّها تخلص معايا كده على السريع. وهُم عادةً مواعين الغدا ما كانوش حاجة يعني، كانوا حاجة بسيطة وما كانش عندي مواعين العشا بصراحة، كنت عملتهم بالليل فما كانش حاجة يعني، ما كانش غير مواعين الغدا والفطار. عملت لهم ساندوتشات كده خلّيتهم يجيبوا الصينية وحطّوا لي فيها بقى الجبن الموجودة عندي في التلاجة والعيش وكده، وأنا عملت لهم ساندوتشات على الصينية، وبعد كده قُلت لهم خلاص دخّلوا بقى الصينية وحطّوا الحاجات مكانها، رجّعوا الحاجات تاني مكانها، الجبنة، العيش، كل حاجة هترجع مكانها، شوفوا الصينية حطّوها على جنب وخلاص كده، يبقى الدنيا معايا تمام. وعملت بعدها كوباية الشاي وكوباية القهوة اللي أنتم شُفتوها دي، فهُم دول علشان أنا كانوا برّه يعني، فأنا كنت خلّصة الحاجات اللي موجودة يعني معايا في الحوض، فدخّلتهم المطبخ، فقُلت بقى خلاص هاغسلهم بقى مع مواعين الغدا فاهمينّي؟ فعشان هُم كانوا برّه، يعني كانوا برّه في الصالة، غير الحاجات اللي أنا أساسًا كنت غاسلاها أساسًا في الأول، كان في تقريبًا كوبايتين أو حاجة كانوا معايا، فبرضه غسلتهم في الأول خالص. فما فيش غير بس الكوبايتين دول اللي باقول لكم هُم كانوا موجودين معايا على الحوض، الكوبايتين والصينية بس. فخلاص بقى باغسل الصينية بتاعتي اللي هي الأخيرة، آخر حاجة، صينية الأكل اللي هُم أكلوا عليها، باغسلها ويبقى كده أنا خلاص خلّصت بقى مواعيني وخلّصت بيتي وخلّصت حاجتي، كلّه على السريع. ده يا بنات يومي الطبيعي اللي هو ماشي عادي جدًا خالص، خالص، يعني اللي ما فيش بقى فيه تنضيفات وحاجات عميقة ومحتاجة مثلًا أعمل دولاب، محتاجة أعمل حمام، طبعًا شُفتوا الفيديوهات دي معايا، محتاجة مثلًا أعمل أي حاجة من الحاجات اللي هي اللي هي عارفين اللي هي عايزة وقت ومجهود ودي، ما كانش في بصراحة عندي حاجة خالص، ما فيش غير عندي بنات الصالة بس لسه الفيديو
مش عارفة حاسة إن أنا عايزة أأخّره شوية، مش عارفة في إيه بصراحة، بس الفيديو بيتأخّر معايا كل ما آجي يعني أنزّل الفيديو، مش هانزّله لسه هاسجّل عليه صوت وكده، حاسة إن هو عارفين لمّا بتحسّي حاجة تقيلة كده، فمش عارفة ليه، مع إني على فكرة الحاجات التقيلة دي والحاجات اللي بتبقى صعبة بُصّوا، أنا عادةً لمّا باعمل فيديو وباعمله بسهولة بيجيب لي مشاهدات حلوة، لكن لكن لمّا باعمل فيديو بيبقى صعب أوي عليّا وعملت فيه مجهود كتير أوي، أوي، أوي وتعبت فيه جدًا، جدًا، جدًا فوق ما تتخيّلوا، وفي الآخر ألاقي مشاهداته ضعيفة أوي، فبازعل يعني ليه طَب ليه؟ طَب أنا تعبت في الفيديو ده أوي، تعبت أوي، إزاي؟ سبحان الله الحاجات اللي بتعمليها كده يعني ببساطة بتطلع معاكِ أحسن حاجة، والحاجة اللي بتقعدي تتعبي فيها بتطلع هي اللي بيجيش عليها مشاهدات، بس أنا راضية والحمد لله يا رب، الحمد لله على كل حاجة، أنا راضية بكل حاجة ربنا يبعتها لي، كلّها إرزاق وكلّها حاجات بتاعة ربنا، وإن شاء الله بإذن الله ربنا طول ما أنتِ بتتعبي وطول ما أنتِ بتسعي وطول ما أنتِ يعني مستمرة إن شاء الله ربنا هيكرمني، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يعني هيدّيني على قد تعبي، كل واحدة بتتعب يا بنات ربنا ما بيضيّعش تعب حد خالص، لو أنتِ ما بتتعبيش وعايزة حاجة تيجي لِك لحد عندِك عمرها ما هتيجي لِك غير لمّا أنتِ تكوني بتتعبي حرفيًا عشانها، عارفين يعني إيه تتعبي، عارفة يعني إيه تسهري، تفضلي سهرانة طول الليل، عارفة يعني إيه عينيكِ توجعِك من كتر ما أنتِ ماسكة التليفون بتدققي وعايزة تعملي كل حاجة صح، وعايزة تعملي كل حاجة مضبوطة، بتحاولي تجددي، بتحاولي تعملي تغيير، بتحاولي تعملي حاجة أحسن من الحاجة اللي قبلها، كل مرّة الفيديوهات بتتقدّم عن المرّة اللي قبلها، فدي كلّها حاجات بتاخد وقت ومجهود من وقتِك ومجهودِك وصحتِك وكل حاجة، أكيد ربنا بإذن الله في يوم من الأيام هيكرمِك. يعني أنا ساعات كده بييجي عليَّ لحظات يأس كتير، بييجي عليَّ لحظات تعب كتير، خلاص بايأس، خلاص أنا هاقفل القناة ما عُدتش هاكمّل، ما عُدتش قادرة، بس يعني إيه باقول إن شاء الله بإذن الله لأ، ربنا هيكرمني فيها، إن شاء الله بإذن الله لأ، ربنا إن شاء الله يعني خلاص يعني أستحمل شوية، إن شاء الله ربنا هيخلّي إن يعني أنا كل اللي أنا محتاجاه أكتر يعني أكتر حاجة أنا محتاجاها في القناة دي هي متابعين ليّا يحبوني وأحبهم ويكلموني وأكلمهم، يعني دي أكتر حاجة ممكن ترفع من معنويتي جدًا، جدًا وتخلّيني أكون في حتّة تانية خالص، يعني أكون نفسيتي وكل حاجة في حتّة تانية، حتى لمّا آجي أعمل أي حاجة أعملها بنِفْس، إن في ناس مستنياني وعايزاني أعمل الحاجة دي، فاهميني الفكرة بتبقى في إيه، إن أنتِ تبقي محتاجة دعم، محتاجة وأكتر وأكبر داعم ليّا هو جوزي، ربنا يا رب يبارك لي فيه، هو أكبر داعم ليّا بكتير أوي، أوي، يعني باكون خلاص أنا مش مسجلة ومش مصورة ومش عاملة أي حاجة، هو يقول لي: "لأ قومي اعملي حاجة لنفسِك، اعملي حاجة لكيانِك أنتِ، خلّيكِ أنتِ اعملي حاجة لنفسِك أنتِ، ما تيأسيش، ما تتعبيش، وبعدين إحنا لسه في أول الطريق، لأ خلّيكِ، لأ استمري، إن شاء الله ربنا هيكرمِك، إن شاء الله ربنا الناس هتشوفِك." مع إن كان هو أكتر حد معترض على موضوع القناة ده، بس سبحان الله بقى هو أكبر داعم ليّا، قال لي: "خلاص أنتِ دخلتِ في الموضوع، ادخلي فيه بجد باجتهاد، ما تيأسيش، ما تتعبيش." فهو ده اللي هيحصل إن شاء الله بإذن الله، مش هايأس ومش هاتعب، إحنا قد كل حاجة صعبة، إن شاء الله بإذن الله ربنا هيكرمنا، وعلى قد تعبِك ربنا هيدّيكِ. خلاص يا بنات أنا كده خلّصت طبعًا معاكم المطبخ بقى زي الفل زي ما أنتم ما شايفين، بس يا بنات هو ده كان الفيديو، أشوفكم إن شاء الله بإذن الله في فيديو جديد على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي باي.